السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ معاكم أحمد. النهاردة هنصور فلوج يوم مشاريع التخرج. هنا طبعا وأنا داخل الجامعة بعدي على المكتبة المركزية. طبعا المكتبة دي من أحلى الأماكن اللي الواحد ذاكر فيها في مرحلة البكالوريوس، وبعد كده بنكمل بقى تمشية في طريقنا. هنعدي هنا في المكان اللي هو يعتبر يعني قريب من كلية تجارة شوية، بس بصراحة أنا المكان ده كنت دايما بفضل القعدة فيه. الأجواء فيه بصراحة كانت من أحسن الأماكن في الجامعة. بعد كده بنخش على منطقة السبع بوابات، وهي اتسمت بكده بسبب البوابات اللي فيها. ودي القبة بتاعتنا لازم طبعا نجيبها في الصورة. فمن أحسن الأماكن، وطبعا كليتنا الجميلة. ولكن الأهم وعريسنا النهاردة هو قسم الفيزياء. قسم الفيزياء اللي مبني على الطراز الإنجليزي اللي جنب مدرج مشرفة على طول. لازم طبعا مدرج مشرفة يبقى جنب قسم الفيزياء. ندخل معملنا الجميل الأول، إن إحنا بقى نقعد كده قبل ما تبدأ المشاريع. ومع بداية المشاريع ابتدينا نشوف الطلاب بتعمل إيه. ابتدوا هنا يتكلموا عن الرابر، وشوية كان في ناس بتتكلم على مواد بوليمرز. ده بالنسبة للناس اللي اشتغلت experimental أو experimental solid. وهنا برضو كان في واحد سوداني جايب ازاي السوداني بتاعه برضو كان بيشتغل على حاجات ليها علاقة بالسوليد ستيت. بس بصراحة حسيت الموضوع ممل، فقلت انتقل للثيوريتيكال للنيوكلر. الناس اللي شغالة في النيوكلر نيوكلس بوتنشال. وهنا بقى طبعا كانوا بيدرسوا الفيشن، وكانت من أمتع الموضوعات. بعد كده نروح بقى لعمر حبيبي، ده اللي أنا كنت بشرف عليه، يعني بساعد في إشرافه مع دكتور محمد فكري. وطبعا في نهاية اليوم لازم ناخد صور تذكارية لليوم الجميل ده، ويقولوا له رأيكم في الفلوج ده. وطبعا ما تنساش اللايك الجميل بتاعك والسبسكرايب. والسلام عليكم.